مساء الخير على حبايبي ومتابعيني، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل حمص الشام بس بطريقة عربيات الشارع. في نفس الوقت الطريقة بسيطة وسهلة جدا، والطعم بتاعه تحفة وحكاية. الجو بقى دلوقتي ساقع وعايزين نعمل كده كوباية حمص شام مظبوطة زي اللي بناكلها على عربيات في الشارع بالظبط، تدفينا كده. وعايزة اقول لكم بقى ان الحمص ده مغذي جدا، بروتين نباتي، يعني زيه زي اللحمة بالظبط. اتفرجي بقى على الفيديو وشوفي الطريقة، وقومي اعملي لهم كده حلة حمص شام للولاد عشان تدفيهم وكمان تغذيهم. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا جبت نص كيلو من حمص الشام البلدي. انا بصراحة بحب اعمل البلدي اللي بتبقى حبايته صغيرة بالشكل ده. في حمص بيبقى كبير كده مستورد ما بيكونش شكله حلو ولا كمان طعمه حلو. مفيش احسن من الحمص البلدي. جبت نص كيلو، ممكن تعملي ربع كيلو لو انت عايزة، اقل او اكتر براحتك، ده على حسب عدد افراد اسرتك. قبل ما بعمله بحوالي 12 ساعة بنقعه. انا دلوقتي جبت الحمص وحطيته في بولة، وهحط عليه كده مية الاول وهغسله غسلة كويسة قوي، لان طبعا بيبقى فيه تراب. فانا عايزة كده اغسله غسلة كويسة الاول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المرحلة دي بتبقى في الحوض. خلاص كده انا هرمي المية واديله شطفة كويسة، وبعد كده بقى هنقعه في كمية مية كبيرة، يعني المية تكون مغطياه بمسافة كبيرة. حلو قوي كده. تاني يوم الصبح بقى زي ما انتوا شايفينه كده الحباية بتاعته كبرت، والكمية اتضاعفت وبقت بالشكل ده، والمية بتاعته صفرة. انا مش هستخدم المية دي ولا هغليه فيها ولا حاجة، انا هرميها. دايما البخور لما تنقعها في مية يا جماعة ارموا المية. جبت بقى حلة كده بعد ما غسلته وكبيت المية بتاعته، حطيت كده الحمص بتاعي في المية، وهاخد كده الحلة بتاعتي واروح كده بقى على البوتاجاز علشان ابدأ السوا. بصوا كده معايا لما بدأ يغلي كده 5 دقايق بقت المية عاملة ازاي. الفوم اللي انتوا شايفينه ده ريم من حمص الشام. لما غلي اي بقوليات بتعمل كده، ممكن تشيليها كده وممكن تاخدي الحمص كله ترمي المية بتاعته وتغسليه زي ما انا عملت. انا خدت الحلة بتاعتي، كبيت المية وشطفت الحمص وشطفت الحلة بتاعتي وحطيت مية جديدة، وهبدأ بقى ان انا اسويه. مع التسوية بقى في الاول كده خالص بحط له بصلاية وكام فص توم بقطعهم طرنشات زي ما احنا شفنا كده. البصلاية مهمة جدا، والثوم قطعيه ما تحطوش صحيح عشان ناخد الريحة والنكهة بتاعته. بعد ساعة من التسوية انا شلت كده البصلاية وكان فص الثوم اللي انا حطيتهم طرنشات زي ما انتم شايفين كده. هما بيبقوا عايمين على الوش، مش هتتعبي في شيلهم بمقصوصة او بمغرفة او اي حاجة وتشيليهم. انا ما حطيتش البصلاية متقطعة، حطيتها كاملة عشان اقدر اشيلها بكل سهولة. لكن لو حطيتيها متقطعة هتتفتح كده في قلب المية وهتخلي الشوربة بتاعتك كده مش حلوة. بعد نص ساعة تاني انا حطيت كده عصير طماطم. طماطم بتعصريها في الخلاط وبتصفيها من القشر والبذر، ده ضروري جدا. ما بحطش بقى صلصة جاهزة ولا حاجة. الحمص بتاعي خلاص بدأ يدخل في السوا، فانا حطيت الطماطم، وبعديها كده ب10 دقايق حطيت الملح، ملحته لانه هو خلاص دخل في السوا. وحطيت كمان عصرة ليمونة. اوعوا تحطوا يا جماعة الطماطم في الاول ولا الملح. الطماطم فيها املاح، وكمان الملح، الحاجات اللي هي فيها املاح دي بتقلل من السوى. يعني بدل ما ياخد مثلا ساعتين في السوى، لا هياخد لك اكتر من كده، ممكن 3 ساعات. فليه؟ الملح خليه في الاخر هو والطماطم. قبل ما بتطفي عليه كده بتروحي حاطه الطماطم، بتقعد نص ساعة. والملح والليمون اللي انا حطيتهم قبل ما بطفي على طول بحطهم. دلوقتي بقى جبت ازازتين كده شكلهم حلو طعمين كده، هعمل فيهم الدقة. مليتهم بمية الحمص، وهنشوف دلوقتي بقى ايه الدقة اللي احنا هنعملها زي بتاعة عربيات الشارع بالظبط. وجبت كده كوباية يكون ليها ايد. طبعا لازم يكون ليها ايد لان احنا بنشرب الحمص ده وهو بيبقى سخن مولع، فلازم تكون الكوباية بتاعتك ليها ايد. دلوقتي بقى ازازتين الدقة دول، اول واحدة هحط كده فيها معلقة من البابريكا، وكمان نص معلقة من الشطة. الشطة دي حسب الرغبة، عايزة تكتري او تقللي براحتك خالص. انا حطيت معلقة بابريكا ونص شطة، وابتدأت اقلبهم بالشكل ده والمية سخنة. بقت دي دقة الشطة. والتانية حطيت فيها كده معلقة من الكمون، وكمان عصير ليمون، عصرة ليمونة كده أو ليمونتين. وبقت دي الدقة التانية اللي هي دقة الكمون والليمون. دول الدقتين اللي احنا هنستعملهم في الحمص. هتصبي بقى كده كوباية حلوة كده، كوباية كده ليها ايد عشان تعرفي تمسكيها،
وتاخدي كده من الدقة دي معلقة ومن الدقة دي معلقة زي ما تحبي بقى. ولو مش حابة تعملي الدقة دي مفيش أي مشكلة، كل كوباية بتصبيها بتحطي فيها كده شعرة من الكمون وشوية من الليمون وشوية من الشطة، وتبقى كده مية مية. اوعي تحطي الكمون في الحلة وتخليه يغلي عشان هيمرر معاكي وهيبقى مش حلو خالص. وتاكلي احلى حمص شام، بسيط جدا وسهل، مفهوش اي تكات، ما حطناش مرقه زي ما بيحطوا ولا الكلام ده. يعني صحي اقتصادي بسيط مغذي جدا، يدفي في الشتاء، كله فوائد. وعايزه اقولك بقى لو بتعملي دايت تاخدي كوبايه من دي، مغذي جدا وفيه كل العناصر اللي انت محتاجاها. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.